اهلا بكم في حلقه جديده من كامبريدج ماسترنج اكاديمي لتعليم الفيلم ميكنج. الحلقه دي انت هتتعلم حاجات كتيره جدا في افتر افكتس. هتتعلم ازاي تعمل تراكنج، دي حاجه مهمه جدا هتستخدمها في حاجات كتيره. هتتعلم ازاي تعمل اضاءه فيك، هتتعلم ازاي تعمل بلندنج، هتتعلم حاجات كتيره جدا. تخليك معايا لحد اخر الحلقه ديت. هنتعلم دلوقتي مع بعض ازاي نعمل الحركه بتاعت هاري بوتر لما بيعمل كده بالعصايه بتاعته بيطلع نور من العصايه السحريه بتاعته. فخليكم معايا نشوف الشطات اللي هناخدها. الشطات اللي هناخدها احنا محتاجين عصايه. العصايه دي عايزين في اخرها يكون في لون مختلف، فانا لزقت بلاستر كده في اخر حته فيها. ممكن كمان تجيب ماركر وتعلم كده في اخر حته في العصايه، لان اللون المختلف ده او النقطه المختلفه اللي هو الطرف بتاع العصايه في الاخر هو ده اللي هنستخدمه عشان خاطر نخلي الاضاءه اللي هتطلع من العصايه تكون ماشيه مع النقطه ديت. فاحنا عملنا النقطه دي بحيث انها تكون مميزه، بحيث ان افتر افكتس يقدر يبص على النقطه ديت ويفهم ان النقطه دي بتتحرك بالشكل ده، فاحنا هنخلي الاضاءه تتحرك مع النقطه بالشكل ده، وهو ده التراكنج. هو ده الايه التراكنج، يعني مش عارف الكلمه بالعربي عباره عن ايه بالظبط، بس هو ده التراكنج. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنعمل ده على افتر افكتس. اول حاجه هتعملها هتاخد الشوت تحطه على افتر افكتس في النقطه ديت، بعد كده تدوس كليك يمين نيو كومبوزيشن فروم سيلكشن، ده هيحط لك الكومبوزيشن في السيلكشن كده بالظبط. هتدوس كليك يمين تدوس نيو، بعد كده تدوس نول اوبجكت. ايه النول اوبجكت ده؟ النول اوبجكت ده عباره عن لاير فاضيه خالص، لاير فاضيه خالص. هنبدا نحط عليها الداتا بتاعتنا بعد ما نعمل تراكنج، نحط عليها الداتا بتاعتنا احنا الخاصه بينا، فهي عباره عن لاير ما فيهاش اي حاجه. هتمسك المقطع بتاعك وهنبدا نعمل تراك موشن. تدوس على تراك موشن هتلاقي مربعين دول طلعوا. تراك بوينت 1 اللي هي هنعمل بيها تراكنج. المربع الصغير المفروض يكون حوالين النقطه اللي احنا رسمناها على العصايه بالظبط او الحته بتاعت البلاستر بالظبط. المربع الكبير لازم يكون اوسع شويه، فهنعمله بالشكل ده. ناخد كده المربع الصغير والكبير ونظبطهم حوالين النقطه بالظبط. بعد كده تدوس علامه البلاي دي، هيبدا يعمل ايه تراكنج. بص بيعمل ازاي. افتر افكتس بيبدا يشوف النقطه اللي انت حاططها على العصايه ويبدا يمشي معاها. لكن في النص ممكن تلاقي لو العصايه اتحركت بسرعه افتر افكتس تبوظ منه، فهتضطر تعمل ايه؟ هتضطر تيجي في الفريم اللي افتر افكتس باظت منه وتبدا تحرك انت بنفسك، تمشي فريم وتحرك الحتت الايه السريعه بالذات. لما العصايه تتحرك بسرعه خالص افتر افكت مش بالهزر، فتبدا تعمل ايه زي ما انا بعمل كده بالظبط هنا. بص تبدا تعمل كده، تمشي مع العصايه كده تمام. بس كده انت بعد ما خلصت كل التراكنج بص بقى شكله ازاي، بقت داتا كده كتير جدا. طب احنا دلوقتي مشينا ورا العصايه، ازاي بقى نسيب الداتا ديت؟ هتدوس edit target وبعد كده تختار null 2، تدوس على اوكي، بعد كده تدوس apply x and y، تدوس على اوكي. كده انت خدت كل الداتا بتاعتك وحطيتها في النل. شفت الداتا اتغيرت لونها احمر ليه؟ لان النل لونه احمر، فكل الداتا كده محفوظه في النل بتاعك تمام. هتدوس على المقطع وبعد كده تدوس على الايفكت، تختار الليمتري كلر. هنستخدم الليمتري كلر عشان يا دوبك بس نقلل الاضاءه بتاعت الشوت. ليه؟ لان بعد كده لما نيجي نعمل الاضاءه بتاعت العصايه والعصايه تيجي تنور، لازم العصايه تنور تبين ان هي نورت المكان. فعشان نبين ان هي نورت المكان لازم في الاول نضلم المكان شويه. خليك معايا وهتفهم لحد الاخر. هنمسك الاكسبوجر ونقلل الشوت، نقلل الاضاءه بتاعت الشوت، نقللها جامد، خليها كانها ضلمه شويه. بعد كده تيجي تعمل نيو، بعد كده تختار adjustment layer. adjustment layer برضو حاجه شبه النل، عباره عن ايه؟ عباره عن لاير فاضي خالص ما فيهوش اي حاجه، لكن بنضيف عليه حاجات مختلفه عن النل بنضيف عليه داتا. الادجستمنت لاير ممكن نضيف عليه الوان، هتشوف معايا، او افكتس كمان. فهنروح للافكتس وهنجيب اللينس فلير نحطها على الادجستمنت لاير. ده عباره عن بيعمل لك لينس فلير جاهز كده، بيعمله لك. لينس فلير يعني ايه؟ يعني اضاءه كده بتاعت لينس تمام. هنجيب النقطه السنتر دي ونحطها على السنتر بتاع التب بتاع العصايه تمام. هتلاقي في اشكال كتير لللينس 35 50 105 اشكال كتير تختار ما منها. انا هختار ال 500 300. في فلير برايتنس ده بيكرر قوه الاضاءه، وفي البلند وذ اوريجينال. البلند ده بيقرر ان بيخلي ايه بلند. يعني ايه بلند؟ يعني بيسيح كده، بيسيح اللينس فلير مع الشوت اللي انت حاطه، بحيث ان هو يخليها كانها شوت واحد، يخليها كده مور رياليستيك، واقعيه اكتر. هفتح بقى النل اللي هو متسيب عليه كل الداتا بتاعت التراكنج بتاعت البتاع اللي بتتحرك، وهجيب البوزيشن هدوس كنترول سي على البوزيشن كده. انا عملت كوبي. هروح للادجستمنت لاير، افتح الافكتس، اروح للايه للسنتر فلير سنتر. هتدوس على الفلير سنتر وهدوس كنترول في اللي هو ايه اللي هو بيست. كده هيعمل بيست لكل الداتا التراكنج داتا. هتلاقي بص اللي بيحصل ايه، النور بيتحرك مع العصايه. شفت احنا خلصنا اغلب الافكت اهو. الباقي بقى ايه شويه كده ايه حبشتكنات. هتدوس نو تروح على سوليد وتختار لون فاقع شويه. انا في الاغلب هختار اللون الازرق، لون ازرق كده ايه فاقع شويه تمام. هدوس اوكي وبعد كده اوكي تاني كده طلع لي لون ازرق. هروح للماسك ادوس عليها جامد واجيب اللبس تول واعمل دايره كده، دايره شويه تمام.
اكن كده ايه بعمل بالب كده شويه. هروح للماسك، افتح الماسك واروح للماسك فيذر اللي هو الاطراف واخليها ايه فيذرد جامد جدا، ازود الرقم جامد جدا بحيث انها تبقى فيذرد كده خالص سايحه خالص. الماسك اوباسيتي هقللها شويه، هجيب السكيل وهقلل السكيل جامد خالص لحد ما يكون اكنه دايره صغيره خالص. خلي السكيل 18 كأنه دايره صغيره خالص في وسط ايه في وسط الاضاءه اللي طالعه. ركز معايا دي بقى، هجيب العلامه اللي شبه الاد دي وهوصلها بالنل. العلامه اللي شبه الاد دي هوصلها بالنل، ده هيخلي الدايره اللي احنا عملناها دي تتحرك مع العصايه برضه. شوف اللي بيحصل ايه، تتحرك مع العصايه ازاي. بعد كده الادجستمنت لاير اللي هو طالع منه الاضاءه هبدا اقلله وازوده. هو هخليه يبدا ب 100، بعد كده شويه ب 80، بعد كده شويه كمان اخليه 100، شويه كمان اخليه 80، وهكذا وهكذا. انا عمال اعمل كوبي بيست عامه، باخد كده شويه دول ادوس كنترول سي، بعد كده امشي شويه ادوس كنترول في، اخد شويه كنترول سي وبعد كده امشي شويه اخليهم كنترول في، وابدا احط كده 100 ينزل 80 يطلع 100 ينزل 80 بحيث ان هو يبدا يعلى ويزيد. الاضاءه ما تفضلش ثابته زي ما هي، انت فاهمني؟ الاضاءه تبدا تعلى وتزيد تعلى وتزيد. وبعد كده كمان في النص هبدا اعمل ايه 40s 40 في النص كده ما بين كل واحده والثانيه، هبدا اعمل ايه 40 40 40 بعشوائيه كده، هخلي فيه عشوائيه شويه بحيث ان الاضاءه تبدا تعلى وتنزل بعشوائيه كتير. لو تبدا تعلى وتنزل تعلى وتنزل، احط هنا شويه 40، احط هنا شويه 40، بعد كده ادوس كليك يمين نيو واروح لادجستمنت لاير تاني. تمام؟ الادجستمنت لاير تاني ده بقى احط عليه ايه؟ دلوقتي الاضاءه عماله تعلى وتزيد صح؟ الاضاءه عماله تعلى وتزيد. طيب الاضاءه بتاعت العصايه بتعلى وتزيد، لكن الاضاءه بتاعت حوالينا مش بتعلى وتزيد. المفروض لما الاضاءه بتاعت العصايه تعلى الاضاءه اللي حوالينا برضه تعلى، اكننا شغلنا لمبه فالدنيا نورت. فلازم عشان نخلي الموضوع واقعي نخلي الاضاءه حوالينا بتعلى وتزيد. وعشان كده انا في البدايه خالص قللت الاضاءه بتاعت الشوت بحيث ان انا بعد كده اعليها وازودها زي ما انا عايز واتحكم فيها زي ما انا عايز. الادجستمنت لاير هسميه عشان طبعا ما نتلخبطش بين الاثنين ادجستمنت لاير اللي احنا حاطينهم، هسميه لايتنينج اللي هو بتاع المحيط اللي حوالينا، والادجستمنت لاير الثاني هسميه ستيك اللي هو بتاع الاضاءه بتاعت العصايه بتاعتنا. تمام؟ اللايتنينج هحط عليه لومتري كلر تاني عشان نعلي الاضاءه زي في الاول خالص لما قلنا اضاءه، هنا هنعلي الاضاءه. بص ممكن اعلي الاضاءه ازاي، اخليها مثلا 1 point something او مثلا 2 مثلا، بس بعد كده هاخد اللايتنج ده وانزله تحت الستيك. ليه انزله تحت الستيك؟ لان هو لو الادجستمنت لاير بتاع الاضاءه ده فوق العصايه، فوق الاضاءه بتاعت العصايه كمان هيعلي العصايه معايا. انا مش عايز اعلي اضاءه العصايه خالص تاني، فهاخدها تحت العصايه بحيث ان هو ياثر بس في الشوط بتاعنا مش في العصايه، مش في اضاءه العصايه. هروح كده تمام، وهجيب ماسك وهعمل ماسك حوالين الحته اللي حوالين الاضاءه بتاعت العصايه بحيث ان هو ايه العصايه لما تيجي تنور مش تنور المكان كله، هتنور الحته اللي حواليها. تمام؟ هروح برده للماسك وازود الفلتر جامد جدا بحيث ان هي تبقى ايه سايحه كده ولينه مع المكان زي ما انت شايف بالظبط. انا مش محتاج اشرح، كل حاجه باينه قدامك. هتجيب الاوباسيتي بتاعت الستيك وهتدوس كنترول سي تمام عشان تعمل كوبي ليها. تمام؟ بعد كده تروح لللايتنج وتدوس كنترول في بحيث ان لما الاضاءه بتاعت العصايه تكون 100 الاضاءه بتاعت المكان المحيط تكون 100، لما الاضاءه بتاعت العصايه تكون 80 المكان المحيط هيبقى 80. فلما الاضاءه تعلى بتاعت العصايه المكان اضاءته تعلى، لما الاضاءه بتاعت العصايه توطى المكان اضاءته توطى، وهكذا. فالموضوع يكون واقعي جدا. بالظبط العصايه عماله تنور وتطفي كده في نفس الوقت المكان المحيط عمال ينور ويطفي. هي دي الفكره كلها. طبعا انا ممكن احط بقى ايه افكتس كتير جدا تاني عشان اخليها واقعيه اكتر واكتر، لكن انا حبيت اوريكم اكزامبل كده تتعلموا افكت كده، تتعلموا خدعه سريعه بس في نفس الوقت تتعلم حاجات معينه في افتر افكتس. وهو ده اللي انا بحاول اعمله، بحاول اعلمكم حاجات بالعربي تكون هاي كواليتي جدا ممكن تستخدمها في افكتس كتير جدا. انا مش بعلمك الافكت ده عشان تروح هوليوود وتعمل فيلم هاري بوتر، انا بعلمك الخدعه ديت عشان تاخد منها ايه هو الاوباسيتي، ايه هو التراكنج، ايه هو اللي مش عارف ايه الكلام ده كله، علشان تستخدمه في افكتس حاجات ثانيه بعد كده. تروح مثلا تتعلم السكيلز ديت وتقدم على شغلانه، تشتغل شغلانه. انا بعلمك الحاجات دي علشان كده. انا هنا بصور من جامعه في كاليفورنيا اسمها يونيفرسيتي اوف ساذرن كاليفورنيا. الجامعه دي من اعلى الجامعات في العالم في صناعه الافلام، بصراحه انا شايف يعني ان ده مكان حلو جدا اعلم فيه حاجات شبه كده. وطبعا انا مجهز فيديوهات كتيره جدا هعلمها لكم في المستقبل، فاتمنى ان انتوا تتابعوني، تدوسوا على سبسكرايب وتدوسوا على لايك لو عجبكم الفيديو، لان ده بيفيدني جدا 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 وبيشجعني بشكل مش طبيعي. يلا اشوفكم الحلقه الجايه.